اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم ازاي المغرب تقدر تكسب فرنسا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يا عم ودوس لايك، ويلا بينا نخش على طول في الفيديو. النهارده هنتكلم على نقاط ضعف منتخب فرنسا وازاي المغرب يستغلها، ونقاط قوه منتخب فرنسا وازاي المغرب يتفاداها. يعني النهارده هنتكلم عن ازاي المغرب تقدر تفوز على فرنسا زي ما قدرت فازت على اسبانيا وقدرت فازت على البرتغال. يلا بينا نخش على طول في التفاصيل. اول حاجه عندنا ان فرنسا عندها نقطة قوة رهيبة جدا، وهي التلاتة اللي تحت المهاجم اللي هو مبابي وعثمان ديمبلي وجريزمان. التلاتة بيتحركوا حلوة قوي، محدش بيلتزم بخط. يعني مبابي تلاقيه جوه الملعب شوية، تلاقيه شوية على الطرف اليمين، شوية تلاقيه على الشمال، جريزمان يقلب معاه، عثمان ديمبلي يقلب معاه، على طول متحركين. ولازم نخلي بالنا من النقطة دي، فرنسا هي أكتر فرقة في كأس العالم بيعرفوا يتحركوا أو بين الخطوط، فلازم نخلي بالنا من النقطة الأولى دي نقطة قوية جدا لفرنسا. تاني نقطة لفرنسا، ودي فرنسا التانية، التسديد من بره منطقة الجزاء. الجون الأولاني لفرنسا تسديدة من بره منطقة الجزاء، يبقى النقطة التانية اللي هم مميزين فيها التسديد من بره منطقة الجزاء. بص صادد منين؟ مكان تمام، كرة صعب ان هي تخش ودخل الجون، عشان دوم ناس بتعرف تشوط كويس جدا. تمام، ده غير طبعا الثلاثي الام زي مبابي وزي جريزمان وزي ديمبلي بيشوطوا ويتحركوا ويعملوا كل حاجه في الملعب. نخلي بالنا من النقطه دي. ده النقطه الثانيه بتاعت قوه منتخب فرنسا. النقطه الثالثه وهي الكرات العرضيه، معاهم جيرو المهاجم بتاع منتخب فرنسا، هو مميز جدا في الكرات الرأسيه. ده الجون الثاني اهو، كره رفعيه من ناحيه الشمال من جريزمان، هو رفع، المفروض ده مكان امبابي اهو. التحرك جريزمان دخل قلب الملعب، وامبابي اللي دخل قلب الملعب، وجريزمان اللي طلع بره اهو ورفع كوره. الكوره الثانيه اهي معانا بعد ما رفع الكوره اهو، جيرو بصوا جو في وسط ثلاثه من لاعيبه انجلترا وحطها بدماغه جوه الجول، عشان تعرف مدى قوته في الضربات الرأسيه. فلازم نقفل قوي على جيرو، الكوره ما نحاولش توصل له. ويا ريت يا ريت يا ريت لو نعرف نخلي الكوره من الاول ما تروحش اصلا. قلنا مميزات منتخب فرنسا. طب ايه بقى المغرب بقى يقدر ازاي بقى يهاجم فرنسا، او يقدر ازاي يجيب اجوان في فرنسا؟ اللي هتطلع لك نفس ما هم عندهم نفس القوه اللي هم بيعرفوا يشوطوا من بره، دي حاجه مميزين فيها جدا. برضو عندهم نقطه ضعف ان هم من دفاع فرنسا اي حد يعرف يشتغل من بره، يعني دايما لورا ما بيدافعوش من قدام، فتلاقي دايما حوالين المنطقه تعرف تشوط. زي دلوقتي الجون دي هجمه تمام كانت لانجلترا في دقيقه 28 في الماتش اللي فات. بص كم واحد متاح له ان هو ممكن يشوط قصاد المنطقه، 4 هاري كين والثلاثه اللي حواليه، اي حد لو جات له الكره يعرف يشوط قصاد المنطقه، مش قافلين عليهم. تمام، فلازم ناخد بالنا ان لازم وليد الركراكي يقول لهم يا جدعان شوطوا من بره المنطقه، اول ما تجيلك فرصه شوط، ما تقولش لا الكره هتضيع بتاع، لا لازم عندهم الكره ان هم يشوطوا. تمام، فدي نقطه ثانيه صغيره بالنا. تاني حاجه ايه؟ الشوط من بره منطقه الجزاء، لانهم بيسيبوا مساحات كبيره جدا قصاد منطقه الجزاء. برضه عندهم برضه نقطه ضعف، برضه هي نفس قوه، نفس برضه نقطه قوهم. نقطه ضعفهم برضه الثانيه، نقطه الضعف بتاعت فرنسا الثانيه الكرات العرضيه. لازم نستغل كده الكرات العرضيه، بالذات يوسف نصير المهاجم بتاع المهاجم بتاع المغرب، لازم يخلي بقى، لازم نستغله في ان هو يحط كور بالدماغ، فلازم دايما نلعب على الكرات العرضيه. ثالث حاجه التحرك بدون كوره. انجلترا خدت ضربتين جزاء، هاري كين جاب واحده ضيعها، ودي كانت سبب ان هم خرجوا. تمام، ان هو بسبب ان الدفاع بتاعهم ساذج جدا، اي كره هتلاقيه داخل يشوط رجليك هتاخد ضربه جزاء بكل سهوله، ما بيعرفوش يدافعوا حلو. يبقى دي ثالث نقطه لازم نستغل عليها. طبعا واهم من ده كله ان المغرب تكمل بنفس الروتين بتاعه، وان هي ما تخافش من فرنسا، وان هي خلاص دلوقتي الحلم كبر، ان هو ليه يا جدعان ليه ما نوصلش نهائي، ليه ما ناخدش كاس العالم. فلازم نخلي بالنا ان هو فرنسا غير فرنسا، المغرب تقدر تكسب اي حد دلوقتي. الثقه عندهم بقت كبيره جدا ويقدروا يعملوا اي حاجه، ولا تقول لي مبابي ولا يخاف من اي نجوم. دلوقتي المغرب كلها نجوم وكلهم رجاله، وان شاء الله باذن الله يسمعوا كده، وان شاء الله باذن الله نفرح معاهم ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء ان شاء الله لما يكسبوا فرنسا ويوصلوا النهائي كاول منتخب عربي واول منتخب افريقي يوصل للنهائي كاس العالم. وليه ما ياخدوش كاس العالم؟ ان شاء الله يقدروا يعملوها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. سلام.